بالداخل نظم أبناء قبيلة أولاد دليم مولاة تجدي حفلا دينيا بمناسبة الهبة الملكية المقدمة لزاوية الولي باب كر بن طالب بن عبد الله. كلمات وأمداح نبوية كانت من أهم هذه الفقرات التي يقربنا منها أكثر. محمد تروزي وعبد الله المحمودي في الريبورتاج التالي. الحفل الديني شهد إلقاء كلمات ترحيبية وأخرى تشيد بخصال الولي بابكر بن طالب بن عبد الله، كما عرف حضور عدد من أبناء قبيلة أولاد دليم وقبائل صحراوية أخرى. حفل يأتي في إطار الهبة الملكية التي تم تقديمها لزاوية الولي المذكور. الالتفاتة لها مغزى ومغزى عميق يمكن أن نستدل منه، وهو مدى رمزيتها الدينية في إطار العلاقة بين العرش العلوي المجيد وسكان هذا الربوع الكريم الذي تفانى دائما في خدمة وطنه وفي الذود عنه. واللي نتمناه به كأبناء وشباب هذه القبيلة هو الاستمرارية في جهود التنمية اللي تحظى بها جهة وادي الذهب الوارب بفضل زيارة جلالة الملك لهذه الجهة. نتمناه من هذا الحفل الديني هو التواصل بين القبائل جهة على صعيد ما يخص الدين والمجتمع. واليوم ها هي قبيلة أولاد تجدي تحتفل بهذا الموسم وتنسجم مع التطلعات ومع العرفان لهذه الروابط التاريخية التي تربط ملوك العلويين بقبائل أولاد دليم. الحفل الديني المقام بمناسبة تقديم الهبة الملكية لزاوية الولي بابكر بن طالب شهد تنظيم فقرات شعرية ومديحية تذكر بمميزات خير البرية وصفاته في الرحمة والاعتدال والوسطية.